بيبدأ فيلمنا بعالم من وحوش مرعبة، وبنشوف مجموعة من الوحوش الصغيرين في رحلة مدرسية، ومن ضمن الوحوش دي وحش صغير اسمه مارد. وهنا بتطلب المدرسة من الأولاد إن كل اتنين يفضلوا مع بعض عشان ما يتوهوش، وبنلاقي إن كل واحد اختار صديق ليه عشان يكون صديقه في الرحلة، بس بنشوف إن ولا واحد اختار مارد لأنه ضعيف جدا وصغير. فبنلاقي المدرسة بتطلب من مارد إنه يكون شريكها في الرحلة عشان ملوش أي أصدقاء، وبيدخلوا جوا شركة المرعبين، الشركة المسؤولة عن صناعة الطاقة للمدينة كلها، وبيشوفوا الأبواب اللي بتودي لعالم البشر، وبنعرف إن الوحوش بتدخل لعالم البشر عشان تخوف الأولاد الصغيرين، لأنهم لما بيصرخوا بيخرجوا الطاقة اللي بتنور لهم العالم بتاعهم. وهنا بينبهر مارد وأصدقائه لما بيشوفوا الوحوش الكبيرة المسؤولة عن تخويف البشر، وواحد من الوحوش بيقول لهم إنهم ممكن يتعلموا إزاي يخوفوا البشر لو دخلوا جامعة المرعبين. وهنا بتستعد الوحوش عشان يدخلوا لعالم البشر، بس مارد ما بيبقاش شايف حاجة عشان صغير. وهنا بيدخل ورا واحد من الوحوش اللي داخل لعالم البشر، وبيشوف الوحش وهو بيخوف طفلة صغيرة وازاي بيخليها تصرخ. ولما بيخرج مارد بينبهر بسبب اللي شافه، وبتطمن الوحوش عليه. والوحش اللي كان بيخوف البنت الصغيرة بيقوله انه هيبقى وحش مرعب لما يكبر، وبيديله الطاقية بتاعته. ووقتها بيقرر مارد انه يبقى واحد من الوحوش المرعبة دي. وبتعدي الايام وبيكبر مارد وبيقدر ينضم لجامعة المرعبين زي ما كان بيحلم زمان، وبينبهر مارد بشكل المكان وبالوحوش الكبيرة اللي بيشوفها. ووقت ما كان بيستكشف المكان بيقابل اتنين من الوحوش وبيقولوله انه في مسابقة لألعاب التخويف، فبيفرح مارد جدا وبيقرر انه يشارك في المسابقة. وبيروح الأوضة بتاعته وبيقابل أندل شريكه في الأوضة، وبينبهر مارد لما بيشوف أندل وهو بيختفي، فبينصحه انه يبقى يشيل النضارة عشان محدش يعرف مكانه. وهنا بيبدأ أول يوم دراسة لمارد وصديقه أندل، وبيرحب بيهم الأستاذ المسؤول عنهم. وفجأة بتدخل مديرة الجامعة هارد سكرابر، اللي بتكون أكتر واحدة حطمت الأرقام القياسية في جامعة طاقة الصراخ، وبتقول للطلاب إن التخويف هو المقياس الحقيقي للوحوش، وإن أي وحش مش مخيف ما يبقاش وحش، والأحسن ليه إنه يخرج من الجامعة. وبتعرفهم إن هيكون في امتحان في آخر السنة، واللي هيفشل في الامتحان هيترفد، وبتسيبهم وبتمشي. فبيبدأ الأستاذ المحاضرة وبيسأل الطلاب، فبيقدر مارد إنه يجاوب على كل الأسئلة. فبيقطع كلامه وحش كبير ومخيف اسمه شلبي سلوفان، وبيطلب قلم من صديقه. وبعد المحاضرة ما بتخلص بيرجع مارد للأوضة بتاعته، ولما بيذاكر مارد بالليل بيدخل شلبي والكلب بتاعه في أوضة مارد على إنها الأوضة بتاعته، فبيطلب من مارد إنه يساعده عشان يجيب الكلب من تحت السرير. فبياخد الكلب الطاقية بتاعت مارد وبيهرب بيها من الشباك، فبيجري شلبي ومارد وراه لحد ما بيوصلوا الحفلة. وبعد ما بيجروا كتير ورا الكلب بيرمي مارد كورة، فبتيجي في الباسكت بتحركه من مكانه، فبيدخل فيه الكلب، فبيمسك شلبي الكلب من مارد، وبيرجعوا لفريق الأوميجا رول، أكتر فريق مشهور في المدرسة. وهنا جوني زعيم الفرقة بيطلب من شلبي إنه ينضم لفرقتهم لأنه وحش موهوب في التخويف، وبيطلب مارد منهم إنه ينضم للفريق عشان هو اللي مسك الكلب، فبيرفضوا عشان هو مش وحش مخيف. فبيقول له جوني إنه ممكن ينضم لفريق الأزمة كبة لأنهم لطاف زيه. فبيدخل شلبي وبيقول لمارد إنه شكله مش مخيف عشان ينضم لأعظم فريق مخيف في الجامعة. فبيتضايق مارد جدا وبيقول له إنه هيجي يوم ويبقى وحش مخيف أكتر منه، وبيسيبه وبيمشي. وبتمر الأيام وبيذاكر مارد وبيتدرب أكتر من الوحوش التانية، وده بيكون عكس شلبي اللي بيكون مقضي حياته لعب وهزار مع فريق الأوميجا رول، وبيجاوب مارد في كل المحاضرات، وكمان مستواه بيتحسن في امتحانات التخويف. وبنشوف شلبي وهو متضايق عشان مستواه ما بيتحسنش وبيفشل في كل الامتحانات. وبيجي ميعاد الامتحان النهائي، ووقتها جوني بياخد الجاكيت بتاع الفريق من شلبي وبيقوله إنه لازم ينجح ويفوز على مارد عشان يقدر يرجع لفريقهم تاني. وهنا بيشرح لهم المدرس الاختبار، وهو انهم يدخلوا الأوضة طفل مزيفة ويخوفوا الطفل اللي موجود فيها، وبيقول لهم ان مديرة الجامعة هارد سكرابر هتكون موجودة عشان تقرر مين فيهم هيفضل ومين فيهم هيمشي. فشلبي بيضايق مارد وبيقول له انه مش وحش مخيف وانه هيفشل في الامتحان، فبيتحداه مارد وبيبدأوا يخوفوا بعض، وبتكون شايفاهم مديرة الجامعة وكل الطلاب. وبيقدر مارد يخوف شلبي وبيتخبط في كتاب، فبتقع اسطوانة بيخرج منها كل الطاقة اللي فيها وبتتدمر. ووقتها هارد سكرابر بتتضايق عشان دمروا اسطوانة الرقم القياسي بتاعها، فبيحاول مارد وشلبي يتأسفوا لها، فبترفدهم هما الاتنين من قسم التخويف وبتنقلهم لقسم صناعة الاسطوانات اللي بيبقى ممل جدا بالنسبة لهم. وبيرجع مارد للأوضة وهو متضايق بسبب اللي حصل لأنه فقد حلمه، وفجأة بيشوف منشور لمسابقة ألعاب التخويف وبيقرر إنه يشارك فيها. وبنشوف في المسابقة هارد سكرابر وهي بترحب بالمتسابقين وبتقول لهم إنها اللي أسست المسابقة، وإن اللي
اللي هيكسب هيبقى اكتر وحش مخيف في الجامعة. ومرة واحدة بيظهر مارد وبيقول لها انه لو فاز هيرجع لقسم التخويف تاني، فبتوافق المديرة على كلامه وبتقوله انه لو فاز هتدخل فريقه كله قسم التخويف، ولو خسر هيترفد من الجامعة نهائي. فبيوافق مارد وبينضم لفريق الأوزماكابا، بس بيلاقي ان الفريق بيكون ناقص وحش عشان يكمل، والا مش هيقدروا يشاركوا في المسابقة. ووقتها مارد بيطلب من أندل انه ينضم لفريقه، لكن بيرفض لانه بيكون انضم لفريق الأوميجا رول. وقبل ما الوقت ينتهي بيجي شلبي وبيقول لمارد انه هينضم لفريقه عشان يرجع هو كمان لقسم التخويف. وبعد كده بيروحوا البيت الأوزماكابا وبيستقبلهم دون الراجل العجوز، وكمان راي اللي بيكون بدماغين، وسكوتش صاحب البيت، واخر واحد بيبقى ارت. وبيرحبوا كلهم بمارد وشلبي وبيكونوا فرحانين جدا عشان لو فازوا هينضموا لقسم التخويف. وبياخدهم دون لأوضتهم اللي هيعيشوا فيها. وبيصحى تاني يوم الصبح مارد وهو حاضن ايد شلبي على انها مخدة، وبيروحوا يحضروا اول اختبار في المسابقة، وبيشوفوا الخمس فرق المشتركة معاهم، واللي من ضمنهم فريق الأوميجا رول اللي أندل بيبقى واحد منهم. وبيشرح لهم المذيع والمذيعة الاختبار الأول، وإنهم هيعدوا من نفق كله كرات مسممة زي اللي موجودة عند البشر، وبيقول لهم إن آخر فريق هيوصل هيخسر وهيخرج من المسابقة. وبتبتدي المسابقة وبيطلع يجري مارد وشلبي وبقية الفريق، وبيقدروا يتجاوزوا الكور اللي بتلمس أي حد بتسممه. وبيفضل يجري مارد وشلبي لحد ما يوصلوا لنهاية السباق، ووقتها بيوصلوا المركز التاني. بس جوني بيقول لهم إن الفريق كله لازم يوصل لخط النهاية يا إما هيخسروا. وبيوصل بقية فريق الأوزماكابا بس بيبقوا آخر فريق وبيخرجوا من المسابقة. وبتيجي المديرة عشان ترفض مارد من الجامعة، بس فجأة المذيع بيقول لهم إن في فريق هيطرد عشان استعمل مرهم حماية. وكده فريق الأوزماكابا اللي فيه مارد وشلبي هيرجع للمسابقة. وتاني يوم الصبح بيبدأ مارد يدرب الفريق عشان يتحسن، وبيرفض شلبي إنه يتدرب وبيقول له إن هو موهوب بطبيعته. وبيبتدي تاني اختبار، وهو إنهم ياخدوا العلم الخاص بيهم من غير ما مسؤولة المكتبة تشوفهم أو تسمعهم. وبيجري شلبي عشان يطلع على السلم ويجيب العلم، فبيقع، بس بيقع وبيعمل صوت. وقبل ما مسؤولة المكتبة تمسكه بيشتتها دون هو وراي. وبيقول المذيع إنه من شروط الاختبار إنه ما يتمسكش مهما حصل. بس المسؤولة بتجري ورا فريق الأوزماكابا كله لحد ما بيخرجوا من المكتبة. فبيتضايق مارد جدا لأنهم معرفوش يجيبوا العلم وإنهم خسروا في المسابقة. بس بيفاجئهم سكوتش بإنه قدر يجيب العلم، فبيفرحوا كلهم لأنهم هيقدروا يدخلوا المرحلة اللي بعدها. وهنا وهم مروحين للبيت بيجيلهم فريق تعابين وبيعزمهم على حفلة للتعارف. فبيفرح مارد وأصدقائه وبيقرروا يروحوا الحفلة، وهناك بيرحبوا بيهم كل الموجودين لأنهم فريق مميز. وبيبدأوا يحتفلوا مع بعض، وبيرقص سكوتش رقصة شد الحبل بطريقة مبهرة جدا، وبيخلي شلبي يرقص معاه. وبيجي فريق الأوميجا رول وبيرحب بكل الفرق اللي بتكون مشاركة معاهم في المسابقة. وهنا بيقولوا الفريق الأوزماكابا إنهم ألطف وحوش موجودة في الجامعة، بس بيكون ده فخ عامله لهم، وبيكب عليهم بوهية وبيتريقوا عليهم ويصوروهم، وبيضحك عليهم كل اللي موجود في الحفلة. وتاني يوم الصبح بيكتشف مارد إن صوره مالية كل المكان في الجامعة، وبيتريقوا عليهم كل اللي في المكان. فبيزعل فريق الأوزماكابا وبيقرروا يخرجوا من المسابقة، بس مارد بيقول لهم إنهم لازم يفضلوا مهما حصل. فبيقول لهم دون إنهم ممكن يتحسنوا بس مش هيقدروا يتحولوا لوحوش مخيفة لأن شكلهم مش كده خالص. فبتيجي المارد فكرة عشان يشجعهم، وبياخدهم لشركة المرعبين، وبيدخلوا من السور وبيطلعوا على السطح وبيتفرجوا على الوحوش الكبيرة وهي بتدخل لعالم البشر عشان تخوف الأطفال. وبيقول لهم مارد إنه مفيش حاجة مشتركة ما بين الوحوش هنا، وإن كل واحد فيهم بيستخدم اختلافه عشان يحولوا الموهبة. فبيتأثر شلبي هو وباقي الفريق، وبيقرروا إنهم يرجعوا للمسابقة تاني. وفجأة بتوصل الشرطة وبتطاردهم، فبيجروا بسرعة وبيخرجوا من السور وبيركبوا مع والدة سكوتش وبتاخدهم وبتهرب. وبعد كده مارد بيدرب الفريق بتاعه ومن ضمنهم شلبي سلوفان. وبيبدأوا الاختبار الثالث، وهو إنهم يخوفوا الأطفال الصغيرين ويستخبوا من المراهقين، وبيفوزوا وبيبقوا المركز الثاني. وبعدها بيبدأوا الاختبار الرابع، وهو إنهم يستخبوا من البشر ومحدش يعرف مكانهم، وبيكسبوا وبيبقوا برضو المركز الثاني. وما بيتبقاش حد في المسابقة غير فريق الأوميجا رول وفريق الأوزماكابا. والمذيع بيقول لهم إن الاختبار اللي جاي هيبقى آخر اختبار، وهو إنهم يدخلوا أوضة الأطفال المزيفة ويخوفوا الطفل اللي موجود فيها. وبيروح شلبي الهارد سكرابر وبيقول لها إن مارد بيتدرب أكتر من أي وحش وأكيد هينجح في الاختبار. فبتقوله إن الاختبار اللي جاي هيبين إذا كان مارد وحش مخيف أو لطيف زي ما متأكدة، وبتسيبه وبتمشي. وهنا بيرجع شلبي ومارد للبيت وبيعلم مارد إزاي يبقى وحش مخيف. وبعد تمارين كتيرة شلبي بيبقى قلقان وخايف من الاختبار اللي جاي. وتاني يوم بتتجمع كل الوحوش في الملعب عشان يحضروا الاختبار الأخير، وشلبي وكل الفريق بيشكر مارد عشان هو السبب في
في وجودهم هنا. وبيبتدي الاختبار وبيدخل دون الأوضة المزيفة، وهو بيتسلل وبيقدر يخوف الطفل، وكمان بيقدر يتفوق على المنافس بتاعه من فريق الأوميجا رول. وبيبتدي كل واحد من فريق الأوميجا رول ومن فريق الأوزما كابا يدخل الأوضة المزيفة ويخوف الأطفال اللي فيها، لحد ما بيجي الدور على شلبي والمنافس بتاعه وبيكون أندل. فبيدخل شلبي الأوضة وبيخوف الطفل، وكمان بيخاف أندل اللي بيقع على الأرض وما بيبقاش قادر يخوف الطفل بشكل كافي. وهنا النتيجة بتبقى تعادل ما بين فريق الأوميجا رول وفريق الأوزما كابا. وبيجي الدور على مارد وجوني، آخر 2 من كل فريق، وبيروح شلبي المارد وبيشجعه على انه ما يفكرش في اي حاجة غير ان هو يبقى وحش مخيف. وبيجري مارد وجوني وبيدخل كل واحد فيهم للأوضة المزيفة، وبيقدر جوني انه يخوف الطفل وكمان يجيب درجات عالية في طاقة الصراخ. وهنا بيتسلل مارد من غير ما الطفل يحس بيه وبيبدأ يخوفه، ومجرد ما يبدأ يخوفه بيصرخ الطفل وبيجيب درجات اعلى من جوني. وبعد كده بيفوز فريق الأوزما كابا على فريق الأوميجا رول، وبيفرح مارد جدا لانه قدر يثبت انه وحش مخيف. وهنا بياخد الكاس وبيحتفل بيهم كل اللي في الجامعة. وبعد ما الكل بيمشي بيروح مارد للأوضة المزيفة، ومجرد ما بيخرج صوت بسيط بيلاقي نفسه جاب درجات عالية فبيستغرب. ووقتها بيفهم ان شلبي هو اللي غير في اعدادات الطفل. ولما بيسأله ليه عملت كده بيقوله انه عمل كده عشان يضمن انهم يفوزوا في المسابقة. فبيزعل مارد جدا لان شلبي مش واثق في قدراته وانه مش وحش مخيف، وبيقوله انه واثق من نفسه وهيثبت له ده، وبيسيبه وبيمشي. وبقية الفريق بيسيبوا الكاس لشلبي وبيمشي. وهنا بيتسلل مارد وبيدخل لمكان بيودي لعالم البشر، وبنشوف شلبي زعلان بسبب اللي عمله، وبيروح يدي الكاس لفريق الأوميجا رول. وبعدها بيروح للمديرة وبيقول لها ان اللي حصل بيكون غش في المسابقة وان بقية الفريق ملهوش ذنب. وفجأة الجرس بيدي انذار، فبيعرف شلبي ان مارد دخل عالم البشر، وفعلا بيكون مارد دخل لعالم البشر وبيتسلل من غير صوت، وبيحاول يخوف الطفلة الصغيرة بس ما بتتخضش ولا تخاف، وبتقوله انه شكله لطيف. فبينصدم مارد وبيكتشف انه في مخيم للأطفال، وكل البنات اللي فيه بتشوف ان هو لطيف ومش مخيف ولا مرعب. وهنا دون بيحاول يشتت المدير عشان شلبي يروح ينقذ مارد، وبيدخل شلبي من الباب وبيروح المخيم، وبيشوف الشرطة محاصرة المكان. فبيخرج من المخيم بسرعة وبيروح الغابة وبيفضل يدور على مارد، وفي الاخر بيلاقيه قاعد عند النهر. فبيتأسف له وبيقول له انه هو السبب في اللي حصل، بس مارد بيقول له انه كلامه كان صح وانه مش وحش مخيف ولا حتى مرعب زي ما كان فاهم. فشلبي بيواسيه وبيقول له ان هو اكيد وحش مميز عشان علمه هو وبقية الفريق انهم يبقوا ازاي وحوش مرعبة. وفجأة الشرطة بتوصل للغابة فبيجروا بسرعة وبيحاولوا يهربوا، فبيرجعوا للمخيم تاني. ولما بيفتحوا الباب ما بيقدروش يرجعوا لعالم الوحوش، وده بسبب ان هارد سكرابر فصلت الكهرباء عن الباب ومنعت اي حد انه يدخل للأوضة. وهنا مارد بتجيله فكرة وبيقول لشلبي انهم لو قدروا يخلوا حد يصرخ هيقدروا يولدوا طاقة، ووقتها هيعرفوا يفتحوا الباب ويرجعوا لعالم الوحوش. فشلبي بيقول له ان ده مستحيل لان دول اشخاص كبار وصعب انهم يخاف. فمارد بيرد عليه وبيقول له انه يبقى واثق فيه واكيد هيقدروا يخوفوهم. وهنا بتدخل الشرطة للمخيم، وفجأة بيتقفل الباب وبيبدأوا يحسوا ان في حاجة غريبة بتتحرك، وبيسمعوا صوت خرابيش على الارض والجدران، وبيخافوا اكتر لما كل السراير بتتحرك وتقع. وهنا بيجي مارد من وراهم فبيربط حبله وبيشد ويوقعهم، وفجأة بيصرخ شلبي في وشهم بصوت عالي وبيخوف كل الشرطة اللي في المكان. فبتخرج طاقة وبتشغل الباب، وبتنصدم هارد سكرابر لما بتلاقي كل الاسطوانات اللي في الأوضة بتتملي وبتنفجر من كتر الطاقة الكتيرة جدا. وهنا بيخرج مارد وشلبي من الباب اللي بينفجر في آخر لحظة، وبتروح لهم هارد سكرابر وهي مصدومة وبتقول لهم هم ازاي عملوا كده. فبيقول لها شلبي ان مارد هو اللي خطط لكل ده، وبتوصل لهم شرطة مكافحة الوحوش وبتسيطر عليهم وبتطرد مارد وشلبي من الجامعة بسبب اللي حصل. وبتروح لهم هارد سكرابر وبتقول لهم ان هم ابهروها باللي عملوه، وبتوريهم انهم على الصفحة الاولى في الجورنال وانها بتتمنى ليهم حظ سعيد، وبتسيبهم وبتطير. فبيودع مارد صديقه شلبي وبيركب الاتوبيس وبيمشي. فبيجري وراه شلبي وبيطلب منه ان ينزل بسرعة، وبيقول له ان هما الاتنين بيكملوا بعض ولو فضلوا سوا هيقدروا يحققوا اللي بيحلموا بيه. ووقتها مارد بيوري له اعلان طلب موظفين في بريد شركة المرعبين، وبيروحوا وبيشتغلوا فيه لحد ما بيترقوا من عمال نظافة لعمال مطعم لحد ما بيحققوا حلمهم وبيتعينوا موظفين في قسم المرعبين. وبيبقى مارد هو المدرب المسؤول عن شلبي. وبنشوف مدير شركة المرعبين الأستاذ أبو عنكبوت وهو بيدرب الوحوش الجديدة عشان يقدروا يخوفوا الأطفال، وبيعرفهم إنهم بيستخدموا طاقة الصراخ عشان يقدروا يعيشوا. وبيقول لهم إنه ممكن تحصل كارثة لو سابوا باب الأوضة مفتوح، لأنه لو طفل خرج من عالم البشر لعالم الوحوش أكيد هيدمروا لأن البشر مسممين جدا. وبنشوف مارد وهو بيصحي شلبي عشان يروحوا شغلهم في شركة المرعبين، وبيبدأ مارد يدرب شلبي عشان يقدروا يخوفوا الأطفال. وهنا بينبهر مارد لما بيشوف نفسه في إعلان شركة المرعبين بس وشه ما بيبقاش باين،
وبيخرجوا من البيت عشان يروحوا شركة المراقبين، فبيرحبوا بيهم كل الموظفين لانهم اكتر اتنين حطموا الارقام القياسية في جمع طاقة الصراخ. وهنا مارد بيقابل صديقته سالي وبيعزمها على العشاء بمناسبة عيد ميلادها، وبيروح بعد كده للسكرتيرة روز وبتزعقله لانه لسه مسلملهاش تقارير الشغل، وبتقوله انه لازم يسلم التقارير دي النهارده قبل ما يمشي. فبيسيبها مارد وبيروح لقسم التخويف. وهنا بنشوف الوحوش بتجهز في الابواب عشان يبداوا تخويف في الاطفال، وبيوصل شلبي وكل الوحوش المخيفة ومعاهم اندل اللي قدر هو كمان يشتغل معاهم في شركة المراقبين. وهنا بتدخل كل الوحوش من الابواب وبيبتدي كل واحد فيهم انه يخوف الطفل بطريقة مختلفة عن التاني. وبنشوف ان اندل وشلبي بينافسوا بعض عشان يحطموا الارقام القياسية، وطبعا بنلاقي ان شلبي بيقدر يتفوق على اندل بمساعدة صديقه مارد. وبنلاقي فجأة شرطة مكافحة الاطفال بتقتحم الشركة وبتسيطر على المكان، وبيحصل كل ده عشان واحد من الوحوش بيخرج من عالم البشر وبيبقى لازق فيه شراب طفلة، وبيبدأوا يتعاملوا معاه لانه فيروس خطير جدا وبيحرقوه. فبيتضايق مدير الشركة بسبب اللي حصل، وبيقول لشلبي ان عيلته كانت مسؤولة عن الشركة دي لوقت طويل جدا، وان ممكن يعمل اي حاجة عشان يفضل محافظ عليها. وبيطلب من شلبي انه يساعده في الشركة عشان يعلم الوحوش انهم ازاي يخوفوا الاطفال. فبيوافق شلبي وبيقرر ازاي يعلمهم يبقوا مرعبين، وبيخلصوا شغله وبيمشوا من قسم التخويف. وقبل ما يخرجوا بيقابلوا روز وبتسأل مارد عن التقارير بتاعة الشغل، فبيطلب مارد من شلبي انه يجيب التقارير من على المكتب ويديها لروز عشان مستعجل ولازم يقابل سالي دلوقتي. وبيروح شلبي لقسم التخويف عشان ياخد التقارير، بس بيلاحظ ان في باب لسه موجود مكانه، فبيفتحه عشان يشوف فيه اي وحش من الوحوش جوه. ولما بيقفل الباب بيتفاجئ ان في طفلة خرجت منه وما بتبقاش خايفة من شلبي وبتحاول كمان تلعب معاه. وبنشوف شلبي وهو خايف ومرعوب منها، فبياخدها يرجعها للأوضة وبيسيبها وبيخرج بيروح الحمام عشان يتخلص من الألعاب بتاعتها، بس بيتفاجئ انها لسه موجودة ومتعلقة في ظهره، فبياخدها ويحطها في شنطة عشان يرجعها الأوضة تاني. وقبل ما يفتح الباب بيلاقي أندل خارج منه وبيستغرب ان الطفلة مش موجودة، فبيرجع الباب لمكانه. وطبعا شلبي بيكون استخبى تحت المكتب عشان أندل ما يشوفوش، وبياخد الشنطة اللي فيها الطفلة وبيروح لمارد المطعم وبيحكي له اللي حصل وان في طفلة خرجت من الباب. وهما بيتكلموا بتخرج الطفلة من الشنطة وبتخوف كل الوحوش الموجودة في المكان، فبيحبسها شلبي في كرتونة وبياخدها هو ومارد وبيهربوا بسرعة. فبتوصل شرطة مكافحة الأطفال للمكان وبتقبض على كل اللي موجود ومن ضمنهم سالي. وهنا بيرجع مارد وشلبي للبيت وهم مرعوبين من الطفلة وبتكون عمالة تجري في كل مكان، فبتمسك دبدوب ولما مارد بياخده منها بتعيط وبتولد طاقة بتنور بيها البيت كله، فبيجري يسكتها هو وشلبي عشان محدش يسمعهم. فمارد بيتزحلق وبيدخل في بصق، فالطفلة بتضحك وبتولد طاقة بتنور كل البيوت وبتتقطع من كمية الطاقة الكتير. ووقتها بيستغرب مارد وشلبي من اللي بيحصل وبيفكروا ازاي يتخلصوا منها، فبياخد شلبي الطفلة للأوضة عشان ينيمها. وهنا بيفهم ان البشر مش خطر زي ما هم كانوا فاهمين، وبيروح لمارد وبيقوله انهم يرجعوها مكانها وساعتها محدش هيعرف باللي حصل. وتاني يوم الصبح بيلبسوا الطفلة لبس وحوش وبياخدوها معاهم الشركة، فبيتفاجئوا لما بيلاقوا شرطة مكافحة الأطفال في كل مكان وبيسألوا العمال عن اللي حصل. وبيجي مدير الشركة وبيطلب من شلبي انهم يتقابلوا بعد الغداء عشان يدربوا الوحوش الصغيرة ازاي يخوفوا الأطفال. وهنا بيروح مارد لروز السكرتيرة وبيقول لها تديله شفرة الباب بتاع أندل اللي كان بيستخدمه امبارح، بس روز بترفض لأنه ما سلمهاش التقارير بتاعة الشغل. وبيرجع لشلبي وبيستخبوا بسرعة في الحمام لما بيسمعوا صوت أندل جاي عليهم، فبيقول أندل للمساعد بتاعه انه ما نامش من امبارح لأنه بيدور على الطفلة في كل مكان، وبيطلب منه انه يجهز جهاز الصراخ وهو هيتصرف ويجيب الطفلة. وطبعا مارد وشلبي سامعين الكلام وبيستغربوا ايه هو جهاز الصراخ ده، وبيروحوا لقسم المرعبين عشان يرجعوا الطفلة. وبيسرق مارد شفرة عشان يستخدمها لفتح الباب، بس شلبي بيقوله الباب ده مش باب بو وده الاسم اللي هو سماه لها. وبيعرف مارد ان باب الطفلة كان ابيض ومرسوم عليه زهور، فمارد بيقوله انهم لازم يتخلصوا منها بسرعة ويرجعوها لعالم البشر يا اما هيترفضوا من الشغل. بس شلبي بيرفض يدخلها الباب ده عشان خايف عليها. وهنا بيقابلهم أندل وبيسأل شلبي ان كان يعرف حاجة عن الطفلة اللي ظهرت امبارح في المدينة، فمارد بيقطع كلامه وبيقوله انهم ما يعرفوش اي حاجة عنها وبيسيبوه وبيمشوا. وبيشوف بالصدفة أندل صورة في الجورنال للطفلة ومعاها مارد، فبيتأكد ان البنت موجودة معاهم، فبيروح لمارد وبيضربه وبيقوله انهم لازم يرجعوا الطفلة لعالم البشر. وبيتفق معاه انه بعد الشغل يجيب الطفلة قسم المراقبين وهناك هيلاقي الباب بتاعها في مكانه. ووقتها شلبي بيجري ورا ابوه لانها هربت منه،
وبتستخبى جوه الباسكت، وبيجوا عمال النظافة وبياخدوا الباسكت عشان يتخلصوا من اللي فيه، فبيجري شلبي وراها عشان ينقذها قبل ما تتقطع، بس بتكون دخلت لإعادة التدوير وبتكون اتفرمت واتقطعت لمكعبات، فبيحزن شلبي جدا عليها وبيعيط. بس في الحقيقة البنت بتكون خرجت من الباسكت وراحت لوحوش صغيرة عشان تلعب معاهم. وهنا مارد بيدور على شلبي فبيلاقيه، بس بيكون حزين جدا عشان فاكر ان الطفلة مات، بس فجأة بيلاقيها مع الوحوش الصغيرة فبيجري عليها شلبي وبيحضنها. فبيجي وحش من الوحوش الصغيرة فبيعض ايد مارد، فبتضحك الطفلة وبتولد طاقة كتيرة جدا، ووقتها شلبي ومارد بيفهموا ان الضحك بيولد طاقة اكتر بكتير من طاقة الصراخ، وبياخدوها وبيروحوا بسرعة قسم التخويف وبيلاقوا الباب بتاع ابوه هناك زي ما اندل قال لمارد. وشلبي بيكون حاسس ان اندل بيخدعهم عشان يخطف الطفلة، فبيجرب مارد يدخل الأوضة فبيخطفوا أندل على أساس إنه الطفلة، فبيستخبى شلبي وبوه تحت المكتب عشان ما يشوفهمش أندل، وبيفضل شلبي يراقب في أندل لحد ما بيختفي من قدامه. ووقتها بوه بتلعب في حاجة فبتفتح باب سري، فبيدخلوا من الباب ده وبيشوفوا أندل وهو شايل صندوق وبيقول للمساعد إنه جاب الطفلة. وأول ما بيفتح الصندوق بيتفاجئ إنه خطف مارد مش الطفلة، فبيربطه في الكرسي وبيقوله إنه هو هيغير عالم الوحوش للأفضل بالجهاز اللي اخترعه، وبيقوله إن الجهاز ده بيقدر يستخرج الصراخ من الأطفال، وبيشغله عشان يجربه على مارد. فأول ما الجهاز بيلمس مارد بيقف، فبيروح أندل عشان يشوف في ايه في الكهرباء، فبيتفاجئ ان الكهرباء مفصولة عن الجهاز. وفي الوقت ده شلبي بيخطف المساعد بتاع أندل، ولما بيرجع أندل بيلاقي ان جهاز الصراخ شغال بس على المساعد بتاعه، فبيهرب شلبي ومارد وبيروحوا لأبو عنكبوت مدير الشركة وبيحكوله اللي حصل. بس مدير الشركة بيقاطعهم وبيدخل شلبي الأوضة المزيفة عشان يعلم الوحوش ازاي يخوفوا الأطفال. ولما بو بتشوفه وهو بيخوف الطفل المزيف بتخاف منه وبتعيط. وبعد ما بتمشي كل الوحوش بيروح مارد لأبو عنكبوت وبيحكي له على كل اللي حصل، وبيقول له انه بيخطف الأطفال من عالم البشر وبيستخدم فيهم جهاز شفط الصراخ. فبياخد المدير الطفلة اللي بتبقى خايفة من شلبي وبيروحوا عشان يرجعوها لمكانها، بس مارد وشلبي بيتفاجئوا لما بيجيب لهم باب شكله غريب، وفجأة بيظهر أندل وبيرميهم جوه الباب اللي بيودي لجبال الهيمالايا في عالم البشر. فبيتعصب مارد وبيزعق لشلبي وبيقول له ان هو السبب في اللي حصل لانه حذره ياما من ابو عنكبوت، بس شلبي ما بيكونش مهتم بكلامه لانه بيبقى خايف على ابوه. فبيقعوا من على الجبل وهم بيتخانقوا، فبيقابلهم وحش اسمه منفي وبياخدهم للكهف بتاعه وبيعرفهم على نفسه وبيقول لهم انه كان شغال في شركة المرعبين، بس ابو عنكبوت نفاه. وبيعرفوا بالصدفة ان في قرية موجودة للبشر تحت الجبل، وبيقرر شلبي انه يروح هناك عشان يرجع لعالم الوحوش وينقذ بوه، بس مارد بيتخانق معاه وبيقول له ان الطفله دي هي السبب في انهم يبقوا موجودين هنا، وبيرفض انه يرجع معاه. فبيركب شلبي العربيه اللي صنعها وبيسيب مارد لوحده وبيمشي، وبينزل بالعربيه بتاعته بسرعه من على الجبل لحد ما بيوصل لقريه البشر وبيقدر يرجع تاني لعالم الوحوش. ووقتها بيكون أندل بيربط بوه في الكرسي عشان يجرب عليها جهاز شفط الصراخ، وقبل ما يوصل الجهاز لبوه بيجي شلبي وبيدمر الجهاز وبيرميه على أندل وابو عنكبوت. بياخد بوه وبياخد شفره الباب بتاعها وبيجري، بس أندل بيروح وراهم وبيضرب شلبي بس ما بيقدرش يدافع عن نفسه لانه ما بيبقاش شايف أندل. فبيجي مارد وبيتأسف لشلبي عشان ما جاش معاه ينقذ بوه، فبيرمي عليه كرة من التلج فبتيجي في أندل، فبيهربوا وبياخد مارد وبوه وبيروحوا لقسم التخويف وبيستخدم الشفرة وبيجيب الباب بتاع بوه. وقبل ما الباب بيوصل لهم بيشوفوا أندل وهو جاي عليهم، فبيمسكوا في باب تاني وبيروحوا بيه ورا باب بوه، فبيروح وراهم أندل وبيدخلوا للمخزن اللي بيبقى فيه أبواب كتيرة جدا. وهنا بيطلب شلبي من مارد انه يخلي بوه تضحك عشان يعرفوا يهربوا من أندل، وفعلا مارد بيقدر يضحك بوه وبتخرج طاقة كبيرة جدا بتشغل كل الأبواب اللي في المخزن، وبيدخلوا باب بيوديهم لعالم البشر وبيخرجوا من باب تاني وبيدخلوا في باب بيوديهم لباريس، وأندل وراهم وبيقدر يخطف بوه، بس شلبي بيروح وراه وبيدور على أندل اللي بيظهر فجأة وبيضربه. وقبل ما شلبي يقع من الباب بوه بتهاجم أندل وبتقدر تضربه، فبيجي شلبي يمسك أندل ويضربه هو كمان وبيحدفه جوه باب وبيدمر الباب ده هو ومارد عشان أندل ما يعرفش يرجع تاني لعالم الوحوش. وهنا بيروحوا للباب بتاع بوه، وقبل ما بيشغلوه بيلاقوه اتحرك من مكانه وبيرجع لقسم التخويف، فبيفهموا ان ابو عنكبوت بلغ شرطة مكافحة الاطفال عشان تقبض عليهم. واول ما الباب بينزل بياخد مارد بوه وبيجري، فبتجري وراه شرطة مكافحة الاطفال، بس في الحقيقة بوه بتبقى لسه مع شلبي، فبياخدها هي والباب بتاعها وبيجري، بس بيشوفوا ابو عنكبوت وبيجري وراه وبيوصلوا للأوضة المزيفة. وهنا بيركب شلبي الباب بتاع بوه وبيشغله وبيرجعها للأوضة بتاعتها، فبيدخل
وراه أبو عنكبوت وبيطلب من شلبي انه يسلمه الطفلة وانه ممكن يخطف 1000 طفلة ولا ان شركته تنهار، وبيضرب شلبي. ولما بياخد البنت بيكتشف انه كان في الأوضة المزيفة، وبيبقى مارد وشرطة مكافحة الأطفال شايفين كل اللي حصل، وكمان صوروه فيديو وبيقبضوا عليه بسبب اللي عمله. اتفاجئ مارد وشلبي لما بيعرفوا ان زعيمة شرطة مكافحة الأطفال هي روز السكرتيرة، وبتشكرهم لانهم انقذوا العالم. وهنا بيودع مارد بو وبتحضنه وبتدخل الأوضة بتاعتها. بيدخل شلبي معاها وبينيمها في سريرها وبيحضنها وبيودعها ويسيبها ويخرج. ولما بو بتفتح باب الدولاب ما بتقدرش ترجع تاني لعالم الوحوش، وده بسبب ان الباب بتاعها اتفرم وتحول لأجزاء صغيرة جدا. وبياخد شلبي أكبر جزء فضل منه وبيشيله معاه ذكرى. وبتعدي الأيام وبنشوف مارد وهو داخل لأوضة طفل وبيضحكه، وبيخرج من الباب وهو مبسوط. وبنشوف ان الوحوش بقت بتضحك الأطفال لأن طاقة الضحك أكبر بكتير من طاقة الصراخ. وهنا بيروح مارد لشلبي وبيقوله انه عامل له مفاجأة، وبياخده وبيوري له الباب بتاع ابوه، وبيقول له انه اخد وقت كتير جدا عشان يعرف يجمعه، وبيقول له انه لسه فاضل القطعة اللي موجودة معاه عشان الباب يشتغل. فبيحط شلبي القطعة الأخيرة في مكانها وبيشتغل الباب تاني وبيدخل فيه عشان يشوف بوه. وبكده خلص فيلمنا، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.